قبل اي حاجه، كل اللي عليكم دلوقتي حالا قبل ما ابدا تفاصيل الفيديو هنوصل الفيديو ده ل 100,000 لايك. وانت بتتفرج عليا حالا هتلاقي تحت كلمه اشتراك، الكلمه الحمراء دي دوس على كلمه اشتراك، وفي جرس الناحيه التانيه جنبيه، فعل الجرس. انت كده هيوصل لك كل جديد، والمره الجايه هعمل لكم مقالب اكتر. يعني كل ما تشجعوني كل ما اعمل مقالب اكتر. اكتبوا كومنتات كتير على رايكم في الفيديو ده، واكتبوا اكتر موقف عجبكم في النهارده كان ايه. يا اكرام يا مفتري، هحكي لكم عن المقلب مجرد ما اركب العربيه دلوقتي. دلوقتي قابلت خلاص خلصانه، مش عارف اقول عليه ايه بصراحه، لازق لي في كل حاجه. بقول لك ايه، نزلنا لا خلاص، نزلنا انت اللي تعمل المقلب، انت صاحب المقلب اصلا. ما خلاص نظبط نفسنا، الله يبارك لك. مش كفايه نمر طبعا المقلب ده صحي له. نمر ما بيصحاش بدري، صحي النهارده بدري مخصوص بس عشان قمر وايه صحي بدري، والنهارده عيد ميلادي، وقلت لازم احتفل بعيد ميلادي بان نولع في احمد وزينب. بقول لك نسينا على تمام. التفاصيل بقى جايه في الدقايق الجايه. يا هدير عايز اقول لك بس حاجه يا هدير، احنا هنطير. يا هدير جننت الفطير. لا يا هدير هتعملها فطير. يا هدير بقينا شبه الصراصير. يا هدير برابير. يا هدير ايه دلوقتي احنا مستنيين ادهم وهو خلاص وصل، وان شاء الله هنبدا المقلب. المقلب بقى النهارده عباره عن ايه؟ طب استنى، قبل ما نبدا المقلب عملوا لايك؟ لا. طب ينفع كده؟ لا. طب يردوك كده؟ لا. ماشي. طب كل اللي هتعملوه بس انزلوا تحت هتعملوا لايك، واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد. وادي ادهم جه. ادهم الشرقاوي، تحس ان هو امين شرطه في نفسه. اول ما قلنا له ان في مقلب احمد وزينب النهارده، ادهم ما صدق وقال يا احمد ويا زينب انا معاكم من غير اي كلام. فطبعا النهارده المقلب هيكون ان احنا زي ما اتفقنا نعمل مقلب في احمد وزينب. معانا مين؟ معانا مين؟ يلا يا ادهم. لا ما تكسبش. معانا ادهم ومعانا مين؟ فين هدير؟ فين هدير؟ هدير وصلت بعد عذاب. طيب النهارده احنا رايحين شقه احمد حسن. احمد حسن اهله مسافرين مش موجودين، وانا معايا نسخه من مفتاح احمد حسن. رايحين شقه احمد اللي هو قاعد فيها حاليا، اهله مسافرين. فانا رايح انا وادهم والنمر عادي جدا، ما يعرفش ان هدير معانا. كلمت احمد وقلت له هات زينب عشان خاطر نصور فيديو عادي جدا. الاخت هدير هتطلع مستنيه فين؟ في الشقه فوق عند احمد، وزينب جايه. هنصور الفيديو بتاعنا عادي جدا، مفيش اي حاجه. احنا الفكره كلها اللي احمد دلوقتي هيلبس في الحيط. اول حاجه زينب ما تعرفش ان احنا موجودين اصلا في الشقه، استحاله. اول لما هيجي يفتح البيت وبتاع هيلاقي مين؟ هدير. بقى هتعمل ايه هدير؟ هتعملي ايه؟ بص اكنك قاعده في بيت خالك، اقعدي براحتك. هقعد تماما مفيش اي حاجه. لا بص للكاميرا هنا اهو. اول لما احمد يدخل هقول له انت سايبني من امبارح يا احمد. يا احمد ممثله شاطره. ازاي يا احمد تسيبني من امبارح كل ده عشان تجيب معاك دي؟ بس خلاص طبعا في النهايه زي ما انتم شفتوا دي مقدمه، ما بالكم اللي جاي. حاجتين متوقعهم، يا زينب تقتل احمد يا زينب تقتل هدير. بس ما اعتقدش ان دي كانت حاجه ثانيه. في حاجه هي باينه توصل للكاميرا البطران عندها. دي اللحظه اللي احنا وصلنا فيها عند بيت احمد حسن. احمد حسن وزينب جايين في الطريق عشان نصور فيديو عادي جدا. مفتاح حماده البيبي معايا. مين هيطلع دلوقتي؟ هنطلع كلنا، هنرتب الكاميرات ونرتب كل حاجه. واول ما احمد يتصل بيا طبيعي هاخد بعضي وهنزل له، هنصور الفيديو تحت وبعدين هنمر. يا باشا قسما بالله يا احمد يا حسن، لا بص، سبب في مشكلتك انت وزينب هتبقى على ايدينا. ايد هدير برضه. ايد هدير الطاهره الغاليه، ربنا يحفظها يا رب. قفل يا كرم يلا. دلوقتي جت اللحظه الحاسمه. يلا السلام عليكم. وصل ايه؟ ودي اللحظه اللي هيتعمل فيها المقلب في احمد حسن. وزي ما انتم شايفين احمد يا حسن هتشرب مقلب النهارده، مش هيطلع من دماغك بس، انت وزينب هيطلع من كل انحاء دواميغكم. اي حته فاتحه عندكم يطلع منها.
دلوقتي مستنيين احمد وزينب يشرفوا. عرفت بس تعمل يا ايه؟ جماعه عرفت تعمل ايه؟ المفروض ان هي داخله ومتعرفش انها موجوده، بس المشكله بقى اللي هي يعني جايه زينب متخلفه اصلا عقليا، غيوره بطريقه اوفر، دي بتغير على احمد مننا، احنا كرجاله واصحابه بتغير عليه مننا. تخيل بقى لما فما بالكم بنوده بقى. عشان بصوا شكلهم جم. يلا نجهز. يلا. شايف ايه؟ من امبارح. مين؟ معرف. مين ايه؟ مين دي؟ ايه؟ سامي امبارح فين؟ ايوه انت امبارح المفروض كلمتني قلت لي انك جاي. لا، اتاخرت عليا. مين دي؟ مين؟ يا في ايه يا عم؟ في ايه؟ مين دي؟ هو ايه اللي مين دي عشان عارف انت اللي عارف. يا عم لا استنى يا عم استنى، لا والله العظيم ما اعرف عنها حاجه يا عم. اصبر والله ما اعرف عنها حاجه. استنى بس استنى يا عم. ازاي قاعده في بيتك ومش عارف عنها حاجه؟ الواد ده معاه والله العظيم مفتاح، والنبي معاه مفتاح. والله دي يا عم والله دي ماما اللي جايبينها. انت مش هتبطل القرف اللي انت فيه والوسخه اللي انت يا فيها ابني دي. انتوا بتعملوا ايه؟ اوعى يا احمد، اوعى يا احمد والله. انا بكلمك على فكره رد عليا. ايه القرف ده؟ يا ست انت جايه مش هتبطل وسخه؟ هتفضل وسخ كده على طول؟ يا بنت لا ويبقى جحتك يعني جايبني معاك البيت وهي معاك. يا بنت هم اللي جايبينها. ايه المناظر دي بقى ان شاء الله؟ ايه القرف ده؟ هفهمك اصبري. والله هم عم فتيح. احمد والله ما هم اكيد اللي جايبينها. انت اللي جايبها. يا عم والله اقسم بالله نمر وهو ومامي معاهم فتيح. واشكال وسخه زي وهي دي اشكالك هي دي مش عارفه. يا بنت هم عم اوعى تنرفز. يا عم حورت والله جيت فتح. ده يا ابوي يا مشاكله. بس اصبري بس. عايز اعرف سامي عايزه اوعى افضح الدنيا. افضح الدنيا والله العظيم هم معاهم فتيح. معاهم مفاتيح. اشكال وسخه زيك انت مالكش غير الرمرمه والاشكال. معاهم مفاتيح والله ما هم اللي اكيد اللي انت جايبينها. مالكش غير الاشكال. يا ابني يا فندم انت اللي جايبها. فين يا حبيبتي انت انزلي. يا ابني والله ما اعرفها. ايه اللي جاي هنا ازاي؟ ما اعرف. انا دخلت من باب البيت هنا ازاي؟ ما هو معانا ده معاه مفتاح والله والنبي معاه مفتاح. مفيش فايده فيك. يا بنت مفيش. والله ما فيك فايده. اسمعني. مش هتتغير. طب قلت لك امتى؟ كلمتني امبارح بالليل المفروض انك جاي واتاخرت عليا وانا نمت. جيت الساعة كام؟ انت ما جيتش امبارح؟ لا المفروض انك جيت وصلتني. اهو ما جيتش. مين اللي جه وصل؟ طب امبارح جيت وصلت الساعة كام؟ جيت وصلتني فين؟ كان الساعة كام؟ مش فاكره. الساعة 8 9 كده؟ باين. 8 9 كنت معاك امبارح بالليل 8 9 ها؟ لا استنى لا مش ده اهو افهمي بقى اهو. لا اهو افهمي بقى اهو. 8 9 انا كنت معاك ها؟ انا روحت البيت الساعة 10 ونص. يا عم ما ينفعش ايه وانا بروح يا ابني بس عشان اقسم بالله هقل ادب عليهم كلهم. اقسم بالله اقسم بالله يا ابني اصبر يا ابني هقل ادب والله العظيم هقل ادب عليهم كلكم. اقسم بالله هقل ادب عليكم يا عم. ايه ده؟ طب هو يا عم الله متاع يا احمد في ايه ده؟ وانت اقسم بالله لو نمت بنت اقسم بالله كنت مديت ايدي عليك. ايوه انت اصلا شكلك زباله. يا عم يا عارفه الاشكال الوسخه. والله العظيم هقل ادب عليكم كلكم. ما تهرجوش اوعى من وشك كمان عملت ايدي عليك. ما تهرجوش اقسم بالله هقل ادب عليكم. بقول لك ايه يا عم يلا يا عم يلا يا عم يلا يا عم خدها وانزل انزلي. اقسم بالله. ما هو اللي غلطان وانت فعلا غلطان. انت اللي بتجيب الاشكال الوسخه دي. يا عم هتعمل بس اقسم بالله اكلمكم البوليس. يا عم ما تجننيش والله. خليك ياخدها وياخدكم ثانية يا ست يا بنت. يا ولاد المجانين يا ولاد المجانين. بقول لك كمل بص بقول لكم ايه انزل كمان. يا عم بس والله لا عليكم. الله يحرقكم ويحرق معرفتكم واليوم اللي عرفتكوا فيه. واليوم اللي كنا
بص عورت ازاي. حرام عليك يا شيخ اشك في الواد ليه؟ ده شريف. اللي انا عليكم يعني انت ايه؟ مش ما فيهاش حاجه والله. مين اللي عم مين؟ يا باشا انا ماليش دعوه. كرامي صح؟ والله يا عم لا عمال اغني يا عم ما تهرجش يا عم. يا عم لا وانت يا عم. يا باشا يا عم والله يا عم بقول لك ايه يا عم ما تهرجش يا عم. يا عم لا يا عم استنى ما يهرجش يا عم حاجه زي كده. بقول لك ايه يا عم لا يا عم ما تهرجش يا عم في حاجه زي كده يا عم. يا ابني خرج المقالب دي مش عارفه يعني بتستفادوا ايه لما تعملوا مقالب بجد والله ده هبل. ما تظهرش معايا عايز كده. معرفش اترمت فين داهيه بقى. يا عم جارف بقى اقسم بالله جارف خلاص صح؟ خلاص عندنا يا عم ما تهرجش يا عم في حاجه زي كده يا عم. يا عم انت بتخبط في حاجه ليه؟ بتخبط في حاجه ليه؟ طب يا عم ده انت كنت تعمل معايا انت بتبادين ترابيزه مش حاجه اسمها عقل، انت ده مقلب وهديه بتهزر. كنت عارف خيرها ان هي ساعدتنا وعملت دوشه. انت بتقولها بوسيها لا احنا كلنا هنبوسها. عملت فيها مقلب مش عارف ايه ان انا باخدها مش عارف ايه بس جبت شات مش جبت واحده قلت لها هي الواحده اللي باخدك معاها ولا اكرم حاجه يا باشا بحط عليك بالاخر يا باشا احنا على وضعنا. يا باشا ما تزعلش يا عم اقفل يا عم. لا دي وربنا اقفل يا عم اقفل يا عم بقول لك اقفل يا عم. طور في ايدي ولا دلوقتي يا جماعه بص احمد جاله شد اقفل ما تنزلش حاجه مش حاجه كده يا عم مفيش ميتين هم حاجه هتنزل. لا مش هينزل. بقول لك ايه مش هينزل يا اكرام. بقول لك ايه مش هينزل يا نجم. شكرا يا احمد يا محترم شكرا. يا جماعه احمد الحمد لله طردنا من البيت. مطرود باشا ادهم مطرود. ادهم مين؟ احمد طردنا من البيت خد مننا المفاتيح عشان خاطر ما يجيش يصور عنده حاجه تاني وقلب قلب ما يعلم قدر ربنا. ف عارف من كده ليه؟ احمد حسن يا جماعه دلوقتي احمد حسن قرر ان انا ما انزلش الفيديو ده خالص ولا ينزل ولا حد يشوفه تمام. بس بقول لك قسما بالله هينزل. بقول لك ايه ماشي الفكره كلها السلام عليكم. الفكره كلها ان هو يعني ايه عمل فينا اوسخ من كده والله العظيم. عمل فينا مقالب انيل من كام مليون مره بس والله العظيم هينزل منتجه وهنزله دلوقتي انا احمد حسن يعتبر خسرنا بمعنى اصح يعني او بالاصح مش هنشوفه تاني تمام. فاحنا هنجازف وهننزل الفيديو ده واحمد معاه الشانل ومعاه الباسورد بتاعتها. فعلشان ما يتمسحش الفيديو ده اول ما ينزل لايك كتير جدا وكومنتات كتير جدا ساعتها بس. وكل يا جماعه يقول لاحمد يا جماعه احمد يا احمد ما تزعلش. عايزين بس نقول لاحمد يا احمد ما تزعلش. هاشتاج بص صديق والله الحق ما يزعلش. بص كله يا جماعه نعمل هاشتاج يا احمد ما تزعلش. يا احمد ما تزعلش. يا احمد ما تزعلش. لو شاف كده وعمل لها كومنتات كتير ولقى لايك كتير ساعتها بس هيقدر ان هو يسامحنا على المقلب الهدير. طبعا انت شفته فوق بعدين شتمت وبهدلت مش متخيل. ادم طبعا يا جماعه عارف اللي هو ايه. ادم اتضرب بالشالوت. عارف اللي هو مظلوم عاطفيا. يا جماعه بص في حته ما اتصورتش ادم اتضرب. ادم يخرب بيت اتضرب. معرفتك هيقول لي كده دلوقتي والله بجد بص قالب على معرفتكوا يعني وش وين دقنه طلع احمد طلع له دقنه. بس يا جدعان بجد والله عايزين بس الفيديو ده يوصل ل 100,000 لايك وعايزين نفس الثانيه اول ما ينزل. يا جماعه بس ما ننساش الله يبارك لكم بجد والله عشان ما يبقاش في زعل. لا مش هيمسح والله اقسم بالله. انا غير الباسورد بتاع القناه بتاعتي. هينزل عندك انت. هينزل عند اكرامي ده يا جماعه. فعشان ما